ما شهدت مثله الناصرة ولن تشهد. إنني في هذا المهرجان الكبير ومن على هذا المنبر الأغر وأنا محاط بكوكبة من الزملاء الأفاضل مرشحي قائمة ناصرتي، وعلى رأسهم علي سلام مرشح الرئاسة، خيرة شباب وشابات الناصرة العزيزة. لا يسعني إلا أن أعبر عن فائق سعادتي واعتزازي بهم وبكم أيها الجمهور الكريم، وتعتريني القشعريرة وأنا أنظر إلى هذه الجموع الحاضرة أمامي ولسانها يقول: لاح النصر، لاح لاح في فجر الأربعاء 23/10/2013. نعم بشراك يا ناصرة، فقد هبت الجماهير هبة رجل واحد متراصين كأعضاء الجسد الواحد في الشوارع والأحياء، في البيوت والساحات، وتحولت الحلقات إلى مهرجانات شعبية وأطلقوها مدوية: ناصرتي لكل الناس، وأقسموا أن لا كلل ولا ملل. تشهده المدينة ولم يشهده الوسط العربي في تاريخه. إننا لمنتصرون حتما. شكرا لآلاف السواعد، شكرا أيتها الآلاف التي جعلت من قائمتنا الأكبر في المدينة، مع أن عمرها الحقيقي 3 شهور. إن نصرنا على الأبواب، وأنتم بهذا المشهد الرائع قد حسمتم المعركة. لكل منكم دور في تحويل الحلم إلى الحقيقة. كلكم مطالبون بالتواجد في مقرات قطاعاتكم يوم الانتخابات والعمل على حث وإحضار المصوتون. شاركوا في شرف انتصار علي سلام ليصبح رئيسا للبلدية. تشرفوا بأن يكون لكم دور في صنع التاريخ، تاريخ الناصرة التي ذاق شعبها الأمرين من هذه التهمة الحاكمة. لا لبلدية ناس وناس. على عتبة انتخابات المجلس البلدي لمدينة البشارة، مدينة الناصرة، لانتخاب رئيس وأعضاء جدد البلدية للفترة المقبلة. في هذه الفترة يبلور كل منا رأيه على اعتبارات مختلفة، منها مبدئية وأخرى حزبية أو عائلية. وأنا وأنتم قد حسمنا أمرنا، لا للحزبية، لا للعائلية، ولا للطائفية. نعم لحفظ الأمانة، نعم للحفاظ على بلد موحد، نعم للمحافظة على مقدرات البلد، ونعم لناصرتي، ونعم لعلي سلام. انتهت الحفلة يا من آمنتم، يا من اعتبرتم مال الشعب ومقدراته كعكة تقاسمتموها. انتهت الحفلة يا مدرسة المحسوبيات. آن الأوان لإعادة الأمانة إلى أصحابها، وهي عائدة لا محالة في 22/10. لم يردعكم خط أحمر، لا إنسان ولا أخلاق
وكما يقول المثل عملت السبعة ودمتها. حاولتم جر الناصرة إلى دم ولم تنجحوا، حاولتم تصويرنا وحوشا بشرية ولم تفلحوا، حاولتم ربطنا برؤوس الأموال وباءت محاولتكم بالفشل. هؤلاء ناسنا، هؤلاء ربعنا، هؤلاء أهلنا وهم رأس مالنا، هؤلاء هم المستقبل، مستقبل البلد، بهم ومعهم سنسير البلد إلى بر الأمان. انتهى زمانكم، انتهى فسادكم، وعادت البلد إلى أصحابها. الذي لاطم المخرج وانتصر بانتصار الضحية على الجلاد. الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. نقول لكم أيها الظالمون، هي يا سجاني، هي يا عتم الزنزاني، عتمك رايح، ظلمك رايح، نسمة بكرة ما بتنساني. ونقول لكم أيها الأبطال، يا شعبي، يا عودا للدين، يا أهل من روحي عندي، إنا باقون على العهد. الهمة عندي فحافظوا عليها، ما كان حتى اليوم صوم، ويوم الانتخابات يوم، فلنجعله يوما مشهودا، يوم قلع الظالم الفاسد، فليكن لكم فيه شرف التغيير. كلنا علي سلام، كلنا صح. شكرا لكم. الجماهيري الضخم والفريد والمميز، والذي جاء ليقول كلمته وليعلن موقفه الواضح والصريح أن التغيير آت آت، أن التغيير آت آت، وأن يوم الخلاص سيكون منعطفا تاريخيا وحاسما في تاريخ الناصرة المعاصر. إن قائمة ناصرتي فخورة بكم أشد الفخر يا أبناء مدينتنا الطيبين، وهي جديرة بثقتكم لأنها تمثل أوسع طيف مصراوي. لا نفرق، تحمل رؤية سياسية واجتماعية، ولها منهج وبرنامج، تمتلك الإرادة القوية والرغبة الصادقة في العمل الدؤوب والإرتقاء بمدينتنا الغالية إلى قمم المجد، إلى قمم المجد والكرامة في ذلك العلياء. قائمتنا تخاطب العقل، وتتعاطى مع الفكر، تلامس هموم الناس والمجتمع، تحث بمعاناتهم وتسعى بكل الصدق والتجرد إلى معالجتها وإلى حلها برؤية مستقبلية تستشرف آفاق كل طموح باحتراف
ادخلوها يا أهل الناصرة مع ناصرتي للبلدية بأمان مطمئنين وللفوز ساحقين ولرايات الأخوة حاملين ورافعين. نقول ادخلوها آمنين. أشكيكم عن القائمين عن البرنامج، بتصلوا فيي قبل يومين يا شيخي لك كلمة بس كلمتك محددة. لما أطلع أنا من كرسي لهون هي 3 دقايق، أنا بدي آخذ الإذن منكم وأطول الكلمة. وللفوز ساحقين ولرايات الأخوة حاملين ورافعين. ادخلوها آمنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في أجواء عيد الأضحى أن أتمنى للإخوة من المسلمين عيدا مكللا بدوام الصحة والعافية للجميع وبالتوفيق من الله في أعمالكم واجتهاداتكم ومشاريعكم. أبدا سائلا المولى أن يعيده وقد كفت الإنسانية عن مزيد من الأضاحي البشرية على مستوى العالم، ولكن بشكل خاص على مستوى الأمة العربية. أود من خلالكم أن أطير تحية إكبار وتقدير إلى ابن الناصر البار يفضل البطريرك ميشيل صفاق الذي بفضل حكمته وأدى الفتنة في نهبها وجاء يقول لا مانع من أن يكون مسلما رئيسا لبلدية الناصرة. شرط أن يكون هذا الإنسان نصراوي أصيل، اللي بيشكك إنه علي سلام منه نصراوي يرفع يده. علي نصراوي ابن نصراوي ابن نصراوي نصراوي.
واحد يقول لي مستقبلا تظله ظلال المحبة والأخوة والوحدة النصراوية، ظلال التقارب والتسامح واللقاء على منهج عمل يبعث بناصرتنا روحا جديدة ويستعيد لها ملامحها التي عرفت بها منذ الأزل. مستقبل يرفد البلد بروافد شابة وإمكانيات خلاقة مبدعة بأرواح مخلصة وعيون ساهرة لا تنام بالفعل وليس بالقول وأياد تعمل بلا كلل، بعيدا عن كل ما قد يرفع عجلة المستقبل للوراء. معكم أنتم وبكم أنتم ولأجلكم أنتم قمنا لنخوض ثمار هذا التغيير بجرأة لم يملكها سوى الأخ علي سلام، وكان التفافكم حولنا هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وما سيوصلنا إلى ما نسعى إليه وما تحلمون أنتم به غدا. ونعاهدكم تخدم كل الناس. أنتم من قرر الصح، وأنتم من رسم الخط الصح، وأنتم من سيملئ الصناديق بالصح، وأنتم من سيصوت للرجل الصح أبو ماهر علي سلام. عندي كلمتان كثيرتان. الأولى لجبهة رامي الجرايسي والمتنفذين من حوله، أنا بقول لهم يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا، اعطوا الخبز لخبازه والله يسهل عليكم. الكلمة الثانية لكل أحزاب المعارضة كلها، أقول لكم من خلال هذا الحشد الكريم وأعلمكم بأن قطار النصر قد انطلق نحو انتصار يسجله التاريخ لقائمة حديثة الولادة. هذه القائمة مليئة بالخبرة والممارسة وبناسها الشرفاء الذين همهم الأول هو الإنسان. أقول لهم بكل قوائم المعارضة الحقوا حالكم وكونوا جزء من هذا النصر، كونوا جزء من هذا النصر، لأن ناصرتي هي القوة الأولى، ناصرتي هي القوة الأولى. وأقول لهم نحن ندعوكم من خلال هذا المؤتمر أن تنضموا إلى المستقبل الجديد كوننا نرى فيكم شركاء حقيقيين لإحداث التغيير. نعم شركاء حقيقيين. تعالوا معنا خلونا نعمل النصر. الأخوات والأخوة اسلموا اسلموا. أبو الرايد يا أبو الرايد يا رئيس البلدية بالبلد تعشوف الشعب قرر التغيير، قرر التغيير، الشعب قرر التغيير. فيش رجعة، فيش رجعة، خلصنا.
يمسيكم بالخير، الله يمسيكم بالخير. وبدي اشكركم على حضوركم واقول لكم شكرا. بس بوعدكم بال 23 الشاير نحتفل على ترتيبها. اشتغلوا مساحين الروح. ثالث شرارة كانوا يفشلوا كل الناس تعبت بدها تروح. هذا انا مش شايف حدا روح. الناس ما تعبتش، الناس موجودة بدها تضل هون ل 22 شهر، و 22 شهر الصبح نروح على التناديل لأنه بدنا نجيب النصر. كررنا النصر. كان في عندنا مهرجان مريح بافتتاح، كان عندنا مهرجان مريح بافتتاح الحملة الانتخابية. بس اليوم عندنا مهرجان 3 أضعاف افتتاح الحملة الانتخابية، 3 أضعاف. سمعت انه في بين 10 و 12,000 بني آدم، كل واحد بس يجيب 2 خلصنا. انا بطلب من كل واحد من الموجودين وكل واحد يجيبوا يوم 3 الصبح. قديش بدكم تجيبوا؟ معلش قديش؟ طيب انا بقول لكم انه هذا المهرجان برد على كل الفئات وعلى كل الاحزاب، ومن كلهم بكفي يا جماعه، بكفي الاحتكار 50 60 70 سنه ب 22 الشهر صباح 23 روحته. ينطيك العافيه، ينطيك العافيه، ينطيك العافيه. لأنه خبرنا انتوا قررتوا النصر، وتعالوا يا اهل النصر اللي مش موجودين يجي يشوفوا النصر الحقيقي. هاي اهل النصر الحقيقي، تعالوا شوفوا. مش شعارات، مش شعارات. اشبعنا شعارات من الجبهة والحزب الشيوعي. الهلال بحد الصليب والجامع بحد الكنيسة، كلها شعارات. تعالوا على كعبة ناصرتي وشوفوا الحقيقة. المسلم بحد المسيحي، والهلال بحد الصليب والجامع بحد الكنيسة. تعالوا عنا شوفوا، تعالوا شوفونا. هاي الحقيقة، هاي الوحدة، هاي المحبة، هاي التآخي، هاي مدينة الناصر الغالية، هاي المدينة اللي بدها إسلام الصورة، بدها ناس الصورة، بدها مسؤولين الصورة. احنا اللي بنقدر نقيم مدينة الناصر، واحنا بنقدر نحقق المستقبل لمدينة أهل الناصر ولأهل الناصر. نقدر نحقق لهم النصر والمستقبل اللي بليك فيكم وبليك بأهل الناصر. بس احنا قالولنا شو هاي ناصرتي، بيسألونا شو هاي ناصرتي اللي عمرها 3-4 أشهر، شو بدكم تساووا يا مدينة الناصر؟ والله إذا كانت ناصرتي عمرها 4 أشهر مظبوط، بس اللي راح تعملوا كرامة ناصرتي الأحزاب اللي صار لنا 40 و50 سنة مش رايحين يعملوه. لأنه كل اللي موجودين في كرامة ناصرتي وكل المؤيدين لكرامة ناصرتي جايين ينطوا من كلب وبين مدينة الناصر وبين أهل الناصر. يجب هيك
قائمة الناصري هي اللي رايحة تصل يوم الثلاثاء، وهي اللي رايحة تكون مدينة الناصري، ورايحة تعمل مستقبل كبير لمدينة الناصري وأهل الناصري. قال ايش؟ شو المشروع اللي عندكم؟ طب شو المشاريع اللي عملتوها انتم لاهل الناصري؟ يا جبهة، يا حزب شيوعي اللي صلك 70-80 سنة شو عملت الناصري؟ خسفت الناصري، عملت التفكة في مدينة الناصري، حولت المصانع من الثالث عليك بالمشاكل وبالعسكري. اهل الناصري صاروا يطلعوا على الثالث عليك بالمشاكل والعسكري. ليه؟ ليه؟ ميزانيات كتير بس مش فاضيين للناصري. رئيس بلدية بده يكون رئيس بلدية وبده يكون رئيس السلطات المحلية. مش عارف كيف رفضتك 20 سنة 20 سنة أنا رفضتك، ولا مرة جربت تفتح الباب وتقول بدك تستقبل هدول الناس اللي انتخبوني، هدول الناس اللي طلعوني، هدول الناس اللي حطوني رئيس بلدية، ولا مرة حاولت تستقبلهم. بالعكس بتكاشياني استقبل اهلي، بتكاشياني اعيش مع اهلي، بتكاشياني اسمع مشاكل اهلي، بتكاشياني اروح على افراح اهلي، بتكاشياني اشارك اهلي باحزانها، بتكاشياني اشارك اهلي بافراحها، بتكاشياني اشارك اهلي بمشاكلها. انا بشتغلش بخسر اكلم، انا بشتغلش بخسر اذا شو بتشتغل. كل يوم رئيس البلديه طالع على القدس، احلى شغل اشتغلها. وين السلطات المحليه؟ وين اليوم الثاني وين؟ على القدس. بتعرفوا ليش؟ عشان ما يشوفوش، لانه مش صديقه، لانه انتوا اهل الناصر حقيقي مش فاضي شوفوا. الناس هدول اللي بخلصوا مشاكل على التليفون، الناس اللي هدول بأمور عمر، هدول اللي فاضيين. اما انتوا اهلي، انتوا اهلنا، انتوا اهل الناصري، انتوا اهل الناصر الثياب، انتوا اهل الناصر الثياب، انتوا اللي بتستاهلوا وبتستحقوا الخدمة، انتوا اللي بتستاهلوا وبتستحقوا الخدمة. احنا اللي بنخدمكم مش واحد ثاني. 70% من اهل الناصري اللي ما لهمش حدا بالبلديه، اللي فيش حدا يسمعهم. في ربه وفي واحد اسمه علي سلام، وباخر 5 سنين شاركه حبيبي واخوي محمد عواشي كمان. سنشرب المهمه فتح الباب، لانه واجبنا نخدمكم. احنا وظيفتنا كل واحد بيعكر من القياده، كل قائد بالوسط العربي، كل قائد لما بيسلم هاي الوظيفه لازم يحط براسه انه خدام لاهله وخدام لمدينته وخدام لبلده. هاي المهمه، احنا خدامين لكم، احنا مش زعامه. في ناس بتفكرها زعامه، لا يا عمي بدناش زعامه. الزعامه محبه الناس، المحبه بنشتريهاش بشترى، المحبه بتيجي لحالها، مش بالصدفه محبه الناس لنا، مش بالصدفه احنا بنحبكم بنحب كل الناس، لانه هيك احنا. فكان في جلسات إدارة مستعجلة مع رئيس البلدية هاي من 15 سنة إنه أغير سياستي. ليش؟ يا أخي أنت كان بأعمال رئيس بلدية لازم بالجمعة يوم تستقبل الناس، يوم بالجمعة. هاي احنا بنستقبلهم كل الجمعة ليل مع نهار بالمكاتب
وبالبيوت وبكل مكان مش قادرين نسمع 40% من مشاكلهم. كيف هذا النهار يوم الجمعة بدنا نستقبلهم؟ ما عجبنيش الوضع، ما عجبنيش هاي السياسة. بلشوا من قبل 10 سنين يفكروا بعلي سلام وامثال علي سلام كيف يتخلصوا منهم، لانه ما عجبنيش الوضع، ما عجبنيش هاي السياسة انه نخدم اهلنا، لانه هن مش فاضيين، هن مش فاضيين لخدمة شعبهم، مش فاضيين لهاي الناس اللي انت اختفهم وقعدتهم هون اللي موجودين. لا يا اخوان، احنا ما ننتعجش، احنا مآمنين فيكم ومآمنين انه احنا بدنا نخدمكم، احنا مآمنين فيكم ومآمنين بدنا نخدمكم. لاجل هيك فكرنا كثير وتشاورنا كثير مع ناس عندها مسؤولية بهاي المدينة، ناس عندها مسؤولية بهاي المدينة بين أهل المدينة. شاورنا احنا وياهم قلنا لهم نفكر نعمل كامل ونسميها كامل ناصرتي. أيدوا هاي الفكرة، أيدونا واشتغلوا معنا. احنا من سنة او من سنتين بدنا نعترف او من 3 بنفكر بهالكامل، لأن الجمهورية كل قائد بمشيش زي ما بدهم هو خاين، كل قائد بمشيش زي ما بدهم هو خاين. يا عيب الشوف، ولما بطلع من الجبهة بعد 20 سنة خدمتهم أنا صرت خاين بعد ساعة ونزعت القناع. ما فشروا بالضبط. كلمة ناصرتي كلمة لكل أهل الناصري، كلمة اللي راح تخدم كل أهل الناصري، كلمة اللي فيها كل سلاح الناصري، كلمة من كل أحياء الناصري، من كل حارات الناصري، من كل بياض الناصري. وانتم شايفين الشباب والصبايا اللي اول 15 وفي كمان 15 وفي 150 وفي 1500 وفي كل ما سمع كانت ناصرتي. فالوضع ما عجبنيش. ليش انا برفعش اصبعي وبنزل اصبعي؟ طبعا اتعودوا على الاغلب انه ارفع ايدك نزل ايدك. بلشت المشاكل مع قيادة الجبهة اكثر من 10 سنين، اما اخر 5 سنين كثير كشفوا القناع عن وجههم، هن الاخوان كشفوا القناع عن وجههم وبلشوا يدافعوا علي ويدافعوا على عوائلتي، لانه انا برضاش بالسياسه اللي بيشتغلوها. يا اخوان بدي اجيب لكم هي كم من نحكي هيك بالمشربة كم من شغله اللي صارت في بلدية الناصري. بدل ما يساعدوا اهل الناصري، بدل ما يساعدونا، بدل ما يساعدوا اهلنا، هدول الناس الطياب، الناس المضطرين، الناس اللي عايشين اخر شهر بيجيهم معاش في كسب كبير، اخر الشهر بيجيهم معاش من التأمين الوطني. شو عملت إدارة البلدية ورئيس البلدية؟ بعت 4000 طرمانة بعتها على بيت عتيقبة، على بيت عتيقبة تلابيب عشان يكفيكوا، لأنه بده يساعدكوا، لأنه وضعكوا أسدوا ممتاز تقدروا تدفعوا
للمحامي 10 و15%. يا سفاك مسألة والغايب بقول له رامز اجاني مواطن معاه مكتوب ارنونا من بيت حتقبة. انا اول مرة بشوفه، شو السيرة؟ مسك المكتوب فريق ايه شو ابعت فيه حط تعرفه كيف يعني ما عادش خبر. قال المحاسب، نادينا المحاسب قلنا له يا اخ علاء غنطوط من سخنين ساكن بعكا، قلنا له يا اخ علاء تعرف ايش عن هاي الارنونه اللي بعتوها على بيت حتقبة؟ قال معلوم بعرف رئيس البلديه مضالي. قلنا له الله يهديك العافيه، كيف رئيس بلديه بمضي على 4000 أرنونة من دون إدارة البلدية تعرف؟ إدارة البلدية على نواب الرئيس وقائم بأعمال الرئيس ما حلش خبر، هو قرر يجلد أهلنا. فأنا قلت له هاي الملفات خلال أسبوع لازم ترجع وممنوع تضل بيت حتقبة. إذا أنتوا رجعتوها رئيس البلدية رجعها. بعثنا له مكتوب مني انه معاك اسبوع غيرها رجعها، ما ردش علينا. رحنا للمحامي اللي بنشتغل احنا معاه قلنا له يا عمران خطيب ابعث لنا اول مكتوب خليه يرجع الملفات لانه هاي الناس بالكون على شيء. بعثت اول مكتوب وثاني مكتوب برضه ما استجوز، ما ردش علينا. خلى الملفات ببيت حتقبة وبلشت الحجوزات بالبنوك. نص مدينة الناصري انحجزت، كان محجوز حسابها بالبنك من بيت حتقبة. ليش؟ لأنه رئيس البلدية قرر. يا عين الشوم على هيك رئيس بلدية وعلى هيك إدارة بلدية اللي بتجلد الناس اللي هن بحاجة لنا واحنا بحاجة لهم. بسمع انه قبل الانتخابات بجمعتين وقف الإجراءات. ليش؟ في دعاية انتخابية يفكر الناس مضحكة، يفكر أهل الناصري بيقدر يشتريه، يفكر أهل الناصري بيقدر يضحك عليه قبل الانتخابات بجمعة. واللي أحلى وأحلى كمان الزفتة يا أخوان، الكل شاف الزفتة. صار المواطن ما يفيد ولا كنت أنظاره مزفتة مش رئيسي، ولا إدارة البلدية بتزفتت له الشارع. طب احنا صرنا ستين بنعيط من كل هاي الناس بدها تفسد ابطالها، هاي الشوارع تعبانه. طلعنا ميزانيات، انا المسؤول كنت على قسم الهندسه، طلعت ميزانيه وخططت وجبت بنزين وعملنا برنامج كامل للتنفيذ. للاسف ما ردوش علي ولا التخطيط انه قبل الانتخابات بشهر يزبط شوارع الناصري. ليش؟ بده ياخذ اصوات، بده يربح اصوات في الشاشه على الناصري. اما انا بعرف انه كل المزبطين كذبوا عليه وعلى اداره البلديه اللي عنده، وكلياتهم موجودين معانا وكلياتهم رايحين يدعموا قائمه ناصرتي. يا اخوان اذا بدي احكي انا شايفكم تعبتوا شوي، نحكي اخرى ساعتين بس. مؤسف جدا رئيس بلدية بيجي على اجتماع الدير الامير مع 5-6 سيارات بوليس. رئيس بلدية بيجي
وبده ريحه مش بس البوليس، كمان الوحدات الخاصه اجوا روحوه مع انه ولا واحد ساله. بس اذا رئيس بلديه بده يجي مع الشرطه مع البوليس وبده يروح مع البوليس، شو يقول المواطن العادي؟ ايش يقول المواطن العادي؟ هذا رئيس البلديه بده يحمي البلد وبده يطور البلد. هذا رئيس بلديه بده يطور البلد، اللي بيجي بروح مع بوليس. يا سفاه يا سفاه، وجايين تحكوا وتنادوا وتقولوا تعالوا صوتونا. بكفي بكفي بكفي، مش رايحين يصوتونا، لا يصوتونا ولا يصوتوا للجبهة. مش رايحين يصوتونا ولا يصوتوا للجبهة. الناس قررت قائمة ناصرتي. قائمة ناصرتي عندها مشروع كبير، عندها مشروع كبير اللي رايحة تكبر على الناصر بالخمس سنين الجايات. احنا بال 23 شهر منتصرين. اما انا بقولكم قدمنا برنامج لكل بيت وبنقول لكل واحد ولكل واحدة تعالوا حاسبونا مش بعد 5 سنين، تعالوا حاسبونا بعد 3 سنين، لانه بدنا نعمل كمان برنامج وكمان برنامج، لانه انتم تستحقوا الخدمة اكثر واكثر، تستحقوا انه نعيش معاكم، تستحقوا انه نخدمكم. العائلات المسطورة يا اخوان، العائلات المسطورة عندها مشروع من 18 سنة الكل بعرفه. مدينة الكلب والحد اللي على عيد الفطر وعلى عيد الاضحى وعلى عيد الميلاد وافتتاح السنة الدراسية من ساعة العائلات المسطورة، لأن هدول عائلة واحنا مجبورين فينا وهم مجبورين فينا. لما بلشت المشروع رفضوه، اما اللي شاف المواقع على وقف الجمعية رئيس البلدية كمان كان يوزع لحمه بالكعر يضيب الشمر. بطل هذا المشروع عيب، بطل هذا المشروع عيب، صار شرعي يا عيب السون. اذا احنا بدناش نخدم اهلنا، مين اللي بده يخدم اهلنا؟ انا بقول لك يا ابو الراهب، انكشف القناع عن وجهك، مش رايح ينفعك لا زفتي ولا اللي بتعمله، لانه هذا كله تبديل. احنا كائنات ناصرتي، احنا الصح، والكون بنسويها صح، لانه احنا صح، مش بنحط كمان حرفنا صح. في صندوق الناصري اسمه صندوق الناصري 2000. هذا الصندوق لأهل الناصري، هذا الصندوق لازم العائلات المسطورة اللي بتتعلم اولادها تتوجه لهذا الصندوق وياخذوا مساعدة. انا بسأل كل الموجودين من 20 سنة اذا اخذوا منحة من هذا الصندوق، اذا حدا اخذ يرفع الصعود، اتأكدوا يا حدا. انا بقول بوزعوا ملايين الشواكل بالسنة لناس وناس، مش لكل الناس. بس احنا كنا نوزع، لا كنا نعمل صندوق من جبتنا الاصحاب ورجال اعمال. اخر فترة بطلوا يجوا عند على المكتب، تعرفوا ليش؟ كل ما يجي واحد مكاول كنت ناخذ وصل الى 3000 شيكل يدفعوه، ياخذوا يدفعوه، يجي الثاني يجي الثالث يدفع لنا 2005 2000. بعدين قالوا لي زفاف يا ابو ماهر. طب ليش يا بلديه؟ ليش يا رئيس البلديه وصل لهذا الوضع؟ تقدر من ميزانيه 380 مليون
تحط 5 ملايين، حط 5 ملايين لأهلنا ومنطي دعم للطلاب الجامعيين، منطي دعم حتى يتعلموا وما يجريش بحاجة لأي واحد. يا سفارة كل قرية وكل مدينة فيها صناديق من السجن، فيها صناديق لدعم التعليم. لو يبدأ رسالة هكملوا ولا تركوا؟ طيب أنا بس بدي أقول لكم في مرة، بس قبل ما أنهي بدي أطلب من كل الشباب والصبايا لما نطلع من دون زمامير، لأنه اليوم الجبهة مفلسة، فيش عندها تقدم برنامج، قاعدة بتدور عكاية ناصرتي حتى يستفزوها ويقولوا هذول عنيفين، هذول فوضويين. احنا بنقول احنا اللي مهذبين واحنا المنظمين، وكانت ناصرتي اللي بتجيبها العذاب، اللي بتجيبها العذاب. أنا في لي طلب خاص من كل الموجودين، من كل الصبايا والشباب، في لي طلب خاص بدي كل وقته يوم 3 الصبح على الساعة 8 الصبح تتوجهوا لصناديق الاقتراح وتجيبوا كل واحد بخصه، اللي يصوت على البكير اللي الساعة 12 نكون ناهيين المعركة الانتخابية، ونكون ناهيين الانتخابات، ونكون ماخذين البلدية والعملية وحرص الصح وعلى سلام الرئاسة. انتوا صح واحنا صح، ونكون